السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، الأساتذة الأجلاء، حياكم الله جميعا. الإخوة الأفاضل، بالنسبة لتوقعات تربية النحل في العام 22، نحن اليوم طبعا الثلاثاء الموافق 22 مارس آذار شهر 3 2022. طبعا أخواني الأفاضل، النحل هي من النشاطات الزراعية، من المشاريع الإنتاجية، والتي تتحكم في نجاحها أو عدم نجاحها البيئة، اللي هي المناخ ومحتويات المناخ. والمناخ هو عبارة عن درجات الحرارة، الرطوبة النسبية، الرياح، التساقطات المطرية. هذه الأمور أو هذه العوامل أو هي المؤثرات الطبيعية، هذه هي تؤثر كل التأثير في تقدم ونمو وعدم تقدم وعدم نمو الكائنات الحية، خاصة الكائنات البرمائية التي تعيش على سطح الأرض. حتى التي في البحار والأنهار أيضا تتأثر نوعا ما بالمد والجزر ودرجات الحرارة. أما الكائنات التي تعيش على الأرض أو في التربة أو تنبت منها أو نباتها أو ما يترتب على هذه النباتات أو هذا الغطاء النباتي، هي تتأثر تأثر تام بعوامل المناخ والعوامل البيئية. طيب، عندما ننظر إلى شتاء 2021-2022، كما تعرفون الشتاء يشترك في العامين، ابتداء من شهر 12 إلى نهاية شهر 2 أو 20/3. يعني فصل الشتاء يبدأ في بلادنا العربية من 21 12 اللي هو كانون أول، إلى 21/3 اللي هو شهر مارس آذار في العام الثاني. فبالتالي نجد أن الشتاء يشترك في عامين: العام المنصرم والعام الذي نحن فيه الآن. طيب، عندما نستقرأ ما حدث في شتاء 2021-2022، اللي وهو الذي يدعم موسم 2000 أو مواسم 2022، أو يترتب عليه النشاط الطبيعي أو الزراعي أو تربية النحل في 2022، نجد أن شتاء هذه السنة اختلف تماما عن السنوات السابقة. يعني ما رأيناه في شتاء هذه السنة هو اختلاف كلي وجزئي في مؤثرات الشتاء، عكس السنوات السابقة. لا قبل 10 سنوات ولا 12 سنة لم نلاحظ هذه الأمور. هذه كانت يعني أكثر من 10 سنوات ما كنا نرى هكذا مناخ. كانت هذه درجات الحرارة بالبرد وكذا تأتي أكثر من 10 سنوات. فلوحظ في هذا الشتاء أن درجة الحرارة أقل من معدلاتها السنوية، التساقطات المطرية أيضا أكثر من معدلاتها السنوية، الرياح، استمرار المنخفضات وكثرة المنخفضات الباردة في هذا الشتاء الذي نحن فيه الآن. فبالتالي هناك تغيرات مناخية. هذه التغيرات المناخية من زيادة المنخفضات وزيادة التساقطات المطرية والرياح، هل لها جانب إيجابي أو لها جانب سلبي؟ من خلال السنوات التي مرت والخبرة من خلال المناخ والأمور الطبيعية، نلاحظ أن هذا المناخ في هذه السنة هو مناخ وعوامل مؤثرة طبيعية تبشر بالخير. زيادة التساقطات المطرية لها قيمة كبيرة جدا في إنعاش الغطاء النباتي. عندما تشبع الأرض تماما إشباع كليا بالماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهي الماء هي أساس الحياة. فعندما تأخذ الأرض حاجتها من المياه عن طريق الأمطار، فبالتالي تنبت نبات غزير ونبات حسن. ويكاد يكون الغطاء النباتي بهذه السنة 22 يكون ممتاز جدا وفي قمة النشاط وفي قمة الروعة. وطبعا تربية النحل هي مرتبطة بهذا الأمر. طيب، ما نلاحظه أيضا أن استطالة الشتاء هذه السنة أكثر من السنوات السابقة. يعني كنا مثلا في السنوات السابقة يأتينا هذا التاريخ الذي نحن فيه الآن 22 في الشهر الثالث،
تكون الأجواء معتدلة ربيعية ممتازة صحوة، درجة الحرارة 20 22 25، والأمور طيبة تماما. لكن كما ترون أنتم إخواني الأفاضل، الآن نحن بالتاريخ 22/3 وما زالت الأجواء باردة وكأننا في شهر واحد. وهذا يعني تأخير في الشتاء. يعني الشتاء تأخر في الاستمرار، مش تأخر في القدوم، تأخر في الاستمرار. تأخير أو استطالة الشتاء هي أيضا تؤخر المواسم. ولاحظنا أيضا أن ما زالت الحمضيات لم تزهر بالطريقة المعهودة وبالكثافة الموجودة. بعض المناطق فيها إزهار للحمضيات الآن، لكن ليس بمستوى إزهار كلي. تكاد تكون إزهار 20% 25%، لا يتجاوز هذا الأمر. يعني لا يعتبر موسم أو مرعى مثالي. في نفس الوقت المرعى المثالي وهو الذي يكون غني بالرحيق ويوصل النحل إلى مرحلة التخزين. لكن لحد الآن لم نرى هذا بالفعل. نرى بداية بشاير لإزهار الحمضيات. طبعا اللوزيات أزهرت في يعني آخر الشهر الثاني شباط فبراير. وتأثرت هذه أزهار اللوزيات أيضا بالمنخفضات التي جاءت، وكانت بها نسبة رياح عالية شديدة السرعة، تكاد تصل نسبة الرياح فيها وصلت إلى 90 85% 80% 80 كيلو في الساعة عفوا. فهذه كان لها تأثير أيضا على إسقاط قدر كبير من أزهار اللوزيات اللي هي الرياح. لكن ما زالت عليها أو بقى عليها كم يكفي، لا يوجد أي إشكالية. طيب، ما هو موقف النحل في عام 2022 إن شاء الله تعالى؟ طيب أخواني الأفاضل، وما هو موقف النحل أيضا من توقعات مربي النحل للعام 2022 بناء على ما تم ذكره في الملف السابق بخصوص المناخ وتأخير الشتاء أو استطالة الشتاء والزيادة في التساقطات المطرية وانخفاض درجات الحرارة دون المعدل المعروف السنوي بهكذا تاريخ. أيضا انطلاقة النحل تأخرت نوعا ما. الأيام المعتدلة التي مرت علينا في الأيام الماضية اشتغل النحل تمام، وبدأت الملكات في وضع البيض بشراهة وتوسعت في عش الحضنة وزادت الكثافة النوعية النحلية نوعا ما. وهذه تتطلب منا قدر كبير من التغذية أو المقدرات الغذائية. طيب، إذن تأخير أو استطالة الشتاء هو أيضا يعمل على تأخير انطلاقة النحل. لكن يا هل ترى بعد اعتدال درجات الحرارة ماذا سيكون موقف المناحل؟ بعد اعتدال درجات الحرارة إن شاء الله، وهذا ما تتكهنه الأرصاد الجوية، الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة. فهذا سيكون الطقس لصالح النحل تماما ولصالح نشاط النحل. ونجد النحل إن شاء الله يجمع غبار الطلع بكثرة بعدها الأمطار التي سقطت ودرجة الحرارة الباردة، ويكون هناك نفور عند طوائف النحل في السروح. وهذا ما ستلاحظوه إن شاء الله تعالى. ستجد الخلايا عندها نفور قوي واستنفار في عمليات السروح. تجد أمام الخلية كمية كبيرة من النحل العائد والسارح، كأنما تشبه حالة التطريد أو حالة السرقة أو حالة هجوم على الطوائف. فستشهدون إن شاء الله نشاط غير مسبوق لتربية النحل. وبالتالي تأخير انطلاقة النحل هذه لا تعني أنه لا يوجد انطلاقة ربيعية. لا، يوجد انطلاقة ربيعية إن شاء الله، وستكون انطلاقة ربيعية في ذروة نشاطها. لأنه ما نلاحظه الآن هو كما كان يحدث أو كما حدث في عام 2019. كانت الطبيعة دفعها لديها دفع قوي، وهذه السنة إن شاء الله 22 واضح والعلم عند الله سبحانه وتعالى طبعا أنه هذه السنة سيكون الدفع الطبيعي قوي من حيث الغطاء النباتي والأجواء. وتأخير الشتاء عن موعده في الفترة هاي أو استطالة الشتاء، ونحن الآن 22/3 وما زالت الأجواء باردة، ومن الواضح
أنه راح تستمر الأجواء الباردة حتى شهر رمضان أو آخر شهر رمضان، وهذه ستجعل النحل يعمل بنشاط ممتاز جدا، لأنها ستكون أجواء معتدلة ما بين مثلا 20 و25 تقريبا. فبالتالي تخيلوا النحل يرعى في مناخ غزير بالأمطار كان، فبالتالي سيكون غزير بالنباتات، والنباتات تكون جيدة وبها غبار طلع وبها رحيق نوعا ما، فبالتالي سيكون النحل لديه انطلاقة ربيعية جيدة. حتى لو تأخر في الانطلاقة معلش، أيضا المواسم تأخرت، يعني كانت الحمضيات تزهر عادة من بداية الشهر الثالث، 10/3 5/3، يعني آخر شهر 3 أو بداية الشهر الرابع إن النحال يبدأ يفرز ويجني عسل الحمضيات. بعض المواسم بهكذا تاريخ، مثلا 25/3 30/3، نسأل الإخوة أو نلاحظ أن الحمضيات بدأت في الجفاف خلاص، في النضوب، يعني نضبت أزهارها تقريبا، عقدت وأصبحت يعني ما لديها من أزهار هي نسبة قليلة جدا لا تفي بالتخزين، فبالتالي يجب علينا جني عسل الحمضيات. لكن ما نلاحظه لحد الآن ما زالت الحمضيات في بشاير تزهيرها. طبعا تختلف المناطق الساحلية الدافئة عن المناطق الشمالية عن المناطق الباردة، طبعا تختلف هذه الأمور وتؤخذ بعين الاعتبار. فعموما التغيرات المناخية أثرت، عملت تأخير في في الانطلاقة الربيعية للنحل، لكن هذه ستكون إن شاء الله لها ردة فعل قوية عند النحل، وينطلق النحل بقوة، ويكون إن شاء الله هذا العام هو عام التطريد. فإذا ننتبه، يعني علينا جميعا أن ننتبه بعد اعتدال أو بعد اعتدال درجات الحرارة في زيارة المناحل كل 5 أيام 6 أيام، يعني على الأقل أكثر شيء كل أسبوع لابد أن احنا نزور المناحل، لأنه واضح هذه السنة سيكون فيها نسبة تطريد عالية، خاصة عند الملكات المرسخ لديها سلوك التطريد، والملكات كبيرة السن، هذه كلها الخلايا ستخرج طرود بكمية كبيرة إن شاء الله تعالى، والله أعلم طبعا يعني، لكن هذه من خلال توقعات ناتجة عن خبرة في المناخ، استقراءات للمناخ السابق، بناء على معطيات المناخ السابق، نقول مثلا على هذا المناخ الموجود، لأنه طبعا بالتأكيد مرت سنوات شبيهة بهذه السنوات علينا، ورأينا ما كان بها من خير وبها خير الطبيعة، كانت تجود الطبيعة بأقصى ما لديها من خيرات، تنعش كل الكائنات الحية، سواء نحل دواجن خراف أبقار جاموس أغنام، كل الكائنات هي تعيش على مؤثرات الطبيعة، فمؤثرات الطبيعة هي الأساس. فإن شاء الله تعالى سيكون النحل ممتاز جدا، ويكون هذا العام عام جيد بالنسبة للنحال من حيث الطرود ومن حيث العسل وغبار الطلع ومنتجات خلية النحل عامة يعني. فنتوقع إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، أن العام هذا سيكون عام خير على الجميع، سواء المزارع أو مربي النحل أو مربي الدواجن، كل المشاريع التي تقوم على الإنتاج الزراعي، لأنه الحمد لله والفضل لله وحده، يعني جاءنا خير كبير جدا من الأمطار، وهذه الأمطار ستنتج عطائها وتعطي عطاء كبير جدا، وتدفع الأرض لإنبات نباتات كثيرة جدا، حتى هناك احتماليات أن النباتات تنبت ما كنا نراها مثلا في الأعوام السابقة. فلذلك إخواني الأفاضل إن شاء الله نتأمل في الله خيرا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تكون مناحلكم في أحسن حال، وبها يكون بها النحل القوي والإنتاج الوفير. بس طبعا كما نقول ونذكر دوما أن النحال ما يتوانى عن الكشف على منحله، خاصة هذه الفترة بالذات. النحل بحاجة إلى مخدرات غذائية، بحاجة إلى مكافحة فروة بعد اعتدال الأجواء وبداية نشاط النحل، يعني ما نكافح الفروة مباشرة الآن والنحل يعاني من المنخفضات. الأرصاد الجوية تقول أن غدا أو بعد غدا، يعني أربعاء خميس جمعة، تكون فيها برد نوعا ما حسب المناطق وحسب درجات الحرارة واختلافاتها، لكن من المتوقع أن يكون هناك برد. أما بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، وخاصة من يوم الأحد، احتمالية أو التكهن يقول أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة، والعلم عند الله. فلذلك إخواننا الأفاضل شدوا حيلكم واستعدوا إن شاء الله للنشاط الربيعي الصحيح بمتابعة المناحل وتقديم أفضل الرعاية لها في جميع العمليات النحلية، من حيث
مكافحة الفاروة، التغذية التحفيزية، التتبع المراعي من خلال مدوناتكم للمناطق الرعوية، نقل مناحلكم إلى أماكن المواسم، الحمضيات مثلا حسب الموجود في بلدانكم. فبالتالي من هنا يبدأ النحال بشد مأزره حتى يأخذ الخير. هاي الفترة اللي جاية هي فيها خير إن شاء الله، هذه فترة خير، وهذا ما يتمناه كل نحال وكل منتج في الإنتاج الزراعي. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. دوما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في بلادكم وفي أولادكم وفي نحلكم وفي كل ما تحبون. تقبلوا مروري أخوكم أبو أنس النجار، تحياتي لكم جميعا وشكرا.